استثمر ازاي وانا بأمن مستقبل ولادي، ازاي يبقى عندي وقت واخصص كمان مجهود استثمر في العلاقة، في العلاقة اللي بيني وبينهم، واللي هي هتنعكس بالضرورة على العلاقة اللي بينهم وبين بعض. حلو قوي. في البدايه اساسا عشان تعرف ان انت تستثمر في علاقتك مع ولادك مم. لازم انت تكون واضح وصريح جدا مع نفسك، فاهم اساسا ايه القيم وايه المبادئ وايه العادات والتقاليد اللي انت متربي عليها، فاهم كويس قوي ان انت فعلا عندك مبادئ وعايز توصلها لهم. لان كتير قوي بيحصل انه احنا بنبقى عايزين نوصل مشكله او نوصل حاجه بوزيتيف لاولادنا او عايزينهم يبقوا احسن مننا، بس اللي بيحصل في الواقع انه بيبقى عكس كده، نتيجه ان احنا بيبقى عندنا ستراجلز معينه او احنا بنبقى واقفين في حته معينه وما تخطيناهاش، فلما بنيجي نتعامل مع ولادنا بنلاقي ان احنا بنعمل الحاجات اللي احنا كنا بنقول مستحيل وعمرنا ما هنعملها. نتيجه ايه؟ نتيجه ان احنا اساسا مش فاهمين نفسنا كويس، او ان احنا بنتعامل مع ولادنا بس بحكم ان احنا عايزين ان هم يبقوا احسن مننا. ايه اللي ممكن يساعدنا عشان فعلا نكون احسن من كده؟ ان احنا نتعامل بمنتهى الشفافيه والوضوح معاهم، ويكون عندنا وعي فعلا وازاي هنقدر نقدم لهم المبادئ والقيم دي كلها. مازن ميديا برودكشن.